بناتي الامارات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض تكملة بقى الوصفات السهلة السريعة اللي احنا بنعملها، اللي مش تاخد معانا وقت خالص في المطبخ. هنعمل اجمل كريب في البيت. انا ولادي كانوا عايزين يشتروا كريب من بره، ولقيت ان الكريب ب50 وب60 و100 جنيه. ليه؟ سهل جدا وبسيط قوي ان احنا نعمله في البيت، ومقاديره سهله قوي. كل اللي احنا هنحتاجه كوبايه دقيق، كوبايه لبن، بيضايه، بس كده. دي المقادير اللي انا عملتها، ولو انت عايزه تضعفي الكميه مفيش مشكله. كوبايتين دقيق يبقى قصادهم كوبايتين لبن وبيضتين. انا حشيته بالصدق وطماطم، فلفل الوان، جبنه موتزاريلا، اي حاجه موجوده عندك انت ممكن تحشيها يعني. ممكن لو عندك بواقي فراخ، لو عايزه تعمليه بجبن كده عادي برضو ما فيش اي مشكله. ميكس جبن بيبقى تحفه برضو، بتحشي جبن وفلفل وطماطم، بيبقى برضو خفيف وسهل قوي. بس هي دي مقاديرنا، ويلا بينا نشوف هنعمله ازاي. انا بعمله في الخلاط، وممكن تعمليه برضو بمضرب سلك او اي حاجة عندك. بتحطي المقادير بتاعتك، اللبن والدقيق والبيضة في الخلاط، وبحط شوية خل وشوية فلفل اسود علشان ريحة البيض. بضربهم كويس قوي وبصفيهم، وبسيبهم شوية في التلاجة بقى لحد ما اجهز الحشوة بتاعتي. واشوف هعمل فيها ايه. انا قطعت كمان بصلايه مع الطماطم والفلفل الالوان. بتدي ريحه حلوه قوي للصدوق. شوحت الصدوق في حته زبده صغيره زي ما انتوا شايفين كده. مش هياخد وقت معايا خالص برضو على النار. ونزلت بقى بالفلفل الالوان والطماطم والبصل. آه، اي بهارات بقى عندك، شوية فلفل، شوية ملح صغيرين، 7 بهارات. ريحة بجد بجد كانت تحفة، ريحة الصدوق كانت بجد تحفة قوي. بجيب بقى الطاسة بتاعتي، اي طاسة ما بتلزقش، وبحط فيها شوية من العجينة بتاعتي، وبفضل الف فيها في الصينية لحد ما بتاخد شكل الصينية كلها يعني. بس على نار متوسطة يا بنات. لما بتبدأ كده احس ان هي استوت بقلبها. وبس. ما بتاخدش اي وقت معايا. انا كان عندي جبنة كمان شيدر، جبتها برضو حشيت بيها. بس كده انا عملت الكمية دي، عملت لي 3 كريبات كانوا حلوين اوي محترمين يعني. جبت بقى الحشوة بتاعتي وحطيتها بالشكل ده، وبتحطيها في ربع كده آه، من الدايرة يعني بتاعت الكريب، وبتقفليها بالشكل ده على شكل مثلث. بس حشيتهم ال3. الكمية بتاعتي عملت لي 3 كريبات زي ما انتوا شايفين بالحجم ده. حشيتهم وجهزتهم. انت ممكن تشيليهم في التلاجة، ووقت ما تحبي تسخنيهم بقى يبقى تمام، عشان تسيحي طبعا الجبنة. هو كده كده الصدوق عندي مستوي. بس علشان الجبنة بقى، وتحسي ان هو بقى انت يعني حاجة كده جايباها من بره يعني. جبت الجريل بتاعي عشان يديني بقى الخطوط الحلوة دي، اللي يعني الشكل اللي احنا بنبقى جايبينه من بره. وحطيت معلقة زيت، وسخنت الجريل، ونزلت عليه بالكريب بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. منتهى السهولة، مفيش اسهل من كده بجد يعني. وقلبته. بصوا بقى الشكل عامل ازاي. يعني مفيش يعني 10 دقايق او 5 دقايق على النار. الجبنة طبعا ساحت وبقت تمام التمام زي ما انتوا شايفين كده. اهو بقى جاهز قوي يعني، وحاجة بجد تحفة وحلوة قوي بجد، وطعمه كان خطير، وريحته بجد تحفة. ومش مستاهلة ابدا ان انا اروح اجيب يعني الكريب من بره بمبلغ 60 ولا 50 جنيه ولا 100 جنيه دي يعني. كمان كمية الصدوق اللي اتبقت مني انا شلتها في التلاجة، هحفظها في التلاجة، اعمل بيها بقى بعد كده بيتزاية، كريب تاني، مفيش اي مشكلة. يعني اكلة اقتصادية برضو، مش مكلفة خالص في الوقت اللي احنا فيه ده، وسهلة قوي بجد. وبجد كانت اكلة حلوة قوي، ويعني
مش هتوقفك في المطبخ كتير، ولو جاية من الشغل او جاية من المدرسة او جاية من الكلية هتعمليها بمنتهى السهولة، ولو اول مرة تعمليها هيطلع ناجح معاكي ان شاء الله. ولو عجبك الفيديو حطي لايك واشتركي في القناة، واشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله.